أهلا بكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو. وفاة العراقي كريم سليمان متأثرا بفيروس كورونا. توفي مدافع المنتخب العراقي الأسبق ومدرب الكرخ أحد الأندية المشاركة في المسابقة المحلية كريم سليمان عن عمر ينهز 55 عاما في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ونعت الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رحيل المدرب سليمان معزل الأوساط الرياضي برحيل اللاعب المنتخب العراقي الأسبق مدرب الكار كريم سليمان نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. وبات سليمان رابع لاعب دولي سابق يذهب ضحية هذه الجائحة بهذا الحزن الأليم عليه بعد وفاة كل من أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام. شكل حزنا كبيرا في الشارع العراقي بهذا الخبر الصادم الذي أحزن الشارع العراقي والجميع، والكل يطلب له الدعاء له بالرحمة والمغفرة. المدرب العراقي كريم سليمان من أحد أبرز المدربين العراقيون طيب القلب، حزن عليه جميع كل من يعرفه. العراقي كريم سليمان الذي توفي بسبب فيروس كورونا والذي أحزن كل من يعرفه. مدافع المنتخب العراقي الأسبق ومدرب الكرخ أحد الأندية المشاركة في المسابقة المحلية كريم سليمان أحزن جميع الشارع العراقي، والكل يطلب له الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يصبر أهله وأسرته والجميع. وحزن عليه كل من يعرفه من جميع أصدقائه ومحبيه، والعراقيون كلا حزنا عميقا في الشارع العراقي والعربي. وأشعل جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات له بالرحمة والمغفرة. المدرب العراقي المشهور صاحب العمر 55 عاما العراقي كريم سليمان الذي توفي بسبب فيروس كورونا قال الله. أهلا بكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو.